يا صباح الفل. مبسوط كالعادة. الزمالك في الصدارة، بيكسب الإسماعيلي اللي ليه كل الاحترام. مش الإسماعيلي بس، مش كلعيبة، لأ كمدرب كمان. الإسماعيلي عنده الجزائري ميلود حمدي، راجل بيشتغل بما هو متواجد. يعني خلينا بس ندي حاجة بسيطة بس للإسماعيلي أو جزء من حق الناس دي. الإسماعيلي كان بيلعب حرفيا بفريق ناشئين مطعم ببعض اللعيبة الكبار. كل اللعيبة الكبار اللي موجودين في فرقة الإسماعيلي، واحد زي إيريك تراوري، أنا شايف إن الناشئين كانوا أحسن منه. محمد عمار غرق الفرقة في الجون التاني. عندك محمد عبد السميع سيمو. متخيل ان احنا هنحسب نادر فرج اللي هو امبارح كان ناشئ، هنحسبه من اللعيبه الكبار. الباقي كله فرقه عندها من 18 ل 19 سنه. لعبوا ماتش كويس جدا جدا جدا، لولا الاخطاء الفرديه. خطأ فردي من محمد ايهاب الباك الشمال في التغطيه على اخوان الفينا. اخوان هو عنوان الخطوره دايما في الزمالك. بس عايز ارجع له في يعني قدام شويه. وخطأ تاني من محمد عمار قدام عدي الدباغ، اللي عايز ارجع له برضو قدام شوية. لكن فيما عدا ذلك فرقة الإسماعيلي واقفة كويس جدا، تطلع كويس جدا، تعمل كل حاجة كويس جدا. شوية شباب بجد بجد بجد، يعني محتاجين الدعم. إن شاء الله نجوم مستقبل بإذن الله. فكل التحية لفرقة الإسماعيلي والمدير الفني بتاعهم ميلود حمدي، لأن هم عملوا فعلا يعني ماتش أنا شايفه ماتش محترم. الزمالك لعب على القد، يعني خلينا نتكلم نقول ان الزمالك لعب على القد. والزمالك كالعادة في يعني محور الخطورة الأساسي دايما هو اخوان الفينا. في ناس زي محمود أبو الدهب بيتكلم ان الصفقات دي مش هتجيب اوت للزمالك، وبيقلل من اخوان الفينا، وبيقول ان عبد الله السعيد وناصر ماهر وي والكلام ده. انت يا ابو الدهب اللي كنت لعيب، خليك في نفسك، يعني خليك في الاهلي. فده رقم واحد. اخوان الفينا في عدي الدباغ، في لعيبه محمد اسماعيل، برغم الاخطاء اللي لازم حد يتكلم معاه فيها. بلاش الثقه الزايده دي، لان انت كنت هتغرقنا مرتين في ماتش سهل، كنت ممكن تصعبه جدا. لولا حسام عبد المجيد شال الكرة من على خط الجون، يعني شابوه حسام عبد المجيد برضه. ف بالنسبة للصفقات الجديدة، لا، في شغل، وفي ناس بتشتغل، وفي ناس بتلعب كويس، في ناس بتأدي، ومش عايزين نحكم بدري بدري يعني. الزمالك زي ما بنقول كده بقى 16 نقطة، أول الدوري. بيليه المصري، بيليه في مفاجأة كبيرة جدا وادي دجلة امبارح فاز على الجيش وبقى المركز الثالث برصيد 13 نقطة. بالنسبة لبيراميدز، بيراميدز كسب. بالنسبة للأهلي، الأهلي مكان غير الله وعلي ماهر ومحمد أبو العينين ولاعيبة سيراميكا. كانش حد يقدر يخرج الأهلي من كبوته دي إلا دول. ربنا في الأول، بعد كده أبو العينين وعلي ماهر والسولية ولاعيبة سيراميكا اللي امبارح انا ما كنتش عارف هما بيعملوا ايه، باستثناء محمد بسام. باستثناء يعني طبعا، والى جانب التحكيم، يعني احنا التحكيم ده البطل الاساسي. الحكم محمود وافا ما عرفش في فضيحة، يعني هي ما يتقالش عليها غير فضيحة. ضربة جزاء واضحة زي الشمس لإسلام عيسى، ياسر إبراهيم داخل في ظهره وزقه، بس طالما عايش ما تتحسبش. طالما الراجل عايش وفيه الروح، لا مش هنحسب ضربة جزاء خلاص. فأنا مش فاهم والله بجد لحد امتى هنفضل كده. أنا ما بحبش أتكلم عن التحكيم، وما بحبش أقول مين ليه ومين ملوش والقصص دي كلها، ما بحبش أتكلم عن التحكيم. بس ضربة الجزاء دي الفضيحة الأكبر إن الراجل ده رجع للفار وبرضك ما حسبهاش. ما أنت الفار مرجعك ليه؟ يعني الفار بيقول لك ارجع تعالى شوف. الفضيحة الأكبر إن الراجل ده في اللعبة دي هو ما يبعدش عن الكرة أكتر من 2 متر وبرضه ما حسبهاش.
فالاهلاويه نفسهم معترفين بان دي ضربه جزاء. الاهلاويه معترفين انها ضربه جزاء، لكن الحكم لا. احنا لازم نقف مع الاهلي شويه. بعد كل ده، بعد كل الناس اللي واقفه معاك دي، علي ماهر اللي ما شفتوش امبارح، خط الوسط اللي بعيد عن خط الهجوم وبعيد عن المدافعين، ويعني حاجه زي الفل، بتاع سيراميكا طبعا. بعد كل المسانده دي الاهلي في المركز التاسع. طب بالنسبه عندي انا ما بحبش اتكلم عن التحكيم بس مضطر. عندي امين عمر ضربه الجزاء بتاعت اخوان الفينا اللي سجلها عبد الله السعيد واضحه زي الشمس، واضحه زي الشمس، والناس جابوك في الفار ومش عارف ايه. بس هي الفكره كلها، كرة زي دي انت ما تحسبهاش مباشره ليه؟ يعني ليه ما تحسبهاش مباشره؟ انا جماهير الزمالك معدياني فيلا عاديهم اكتر، فبتحط نفسك في جمل مفيده ملهاش اي 30 لازمه، ملهاش اي 30 لازمه. عندي كمان محمد معروف انت سيناوي ومن العيلة المالكة، فدي حاجة تخصك، لكن انت هنا حكم نرفزت على محمد هاني وطردته بدون وجه حق، واللي هو الجهاز الفني للأهلي، وبمنتهى قلة الأدب. نفس قلة الأدب دي اتكررت تاني مع زد ومع محمد شوقي. فلازم حد مسؤول يتكلم مع محمد معروف، اهدى واعقل، اهم من ان انت تهدى، اعقل. بالنسبة ليانيك فيريرا طلب من خوان انه ياخد انذار علشان ما ياخدش الانذار ده الماتش الجاي فيغيب عن ماتش الاهلي. ليه؟ فالراجل راح خد انذار على طول، يعني مش هيلعب الماتش الجاي. الماتش الجاي ده ب3 نقط زيه زي ماتش الاهلي. ليه تقول للراجل روح خد انذار؟ ليه تقول يعني الاسهل ان انا اقول له ما تاخدش انذار، خد بالك، العب، ما تدخلش نفسك في جمل مفيدة، ده الاسهل. اللعيب ده انا محتاجه الماتش الجاي. الماتش الجاي ده انت لو خسرت نقط من ال3 نقط بتوعه هتبقى كارثة اكبر، هتدخل المنافسين معاك في جمل مفيدة انت مفروض مدرب اجنبي. يعني انا مش جايب حلمي طولان، مع الاحترام طبعا لكابتن حلمي طولان، فحاجة يعني انا ما فهمتهاش. اجي بقى للي بينتقدوا عدي الدباغ. في زملكاويه يطلعوا يقولوا خالد الغندور، سعيد لطفي، مش عارف ايه. ارجوكم التزموا الصمت، اسكتوا. عدي الدباغ في ميزه مش موجوده في الغالبيه العظمى من مهاجمين العالم. يا عم ما تزودهاش قوي كده، لا والله. عدي الدباغ بيجي قدام الجون لو معاه حد بيبصيها له، هو ما يقدرش يحطها، لا يقدر يحطها، بس بيلعب في المضمون، مش مهاجم اناني. مهاجم بيقدر يلعب على الاطراف كويس جدا، لما تحتاجه تكتيكيا على الاطراف بيقدر يأدي ده كويس جدا، وشفنا ده في ماتش المصري. بيضغط وبيعمل مجهود كبير جدا ما بيعملهوش غيره من المهاجمين. انا بتفرج على كل مهاجمين الزمالك ما بيعملهوش غيره. فالراجل فيه مميزات كبيرة جدا، وزيادة على كده المدير الفني مقتنع بيه. فأرجوكم اسكتوا، انتوا اديتوا الفرصة الواحد لومانجي زي إبراهيم سعيد حبسجي يطلع ينتقده. يعني اسكتوا أفضل. لو عايزين الفريق ده يكمل ويمشي والكلام ده نسانده، لكن خلي الكلمة اللي محشورة في بقك دي خليها محشورة أكتر في بقك، واسكت، علشان بتدي اللي يسوى واللي ما يسواش فرصة إنه هو يتدخل ويقول رأيه. فتاني مليون مبروك لفريق نادي الزمالك ولكل الزملكاوية على صدارة الترتيب. إن شاء الله نتقابل يوم الأربعاء نتكلم عن ماتش الزمالك الجاي مع الجونة، ماتش مهم. إن شاء الله نطلع نبارك لكل الزملكاوية ببرضو الاحتفاظ بصدارة الدوري. السلام عليكم.